أجواء ليالي رمضان في مدينة نصر مختلفة عن أي مكان تاني في القاهرة. ورمضان هناك مش مجرد شهر، دي حياة تانية بتبدأ بعد الفطار. أهلا بيكم في شارع الحكايات. النهاردة هناخدكم في جولة حية وسط أنوار وزحمة حي ما بينامش. أجواء ليالي رمضان في مصر ليها جمال ما يتوصفش، وتحديدا في مدينة نصر، الحي العريق اللي ليه شكل وطابع خاص جدا في الشهر الكريم. ومدينة نصر مش مجرد حي سكني، دي مدينة جوه مدينة، شوارعها الواسعة المنورة وحركة الناس اللي ما بتهداش ولا بتقف من بعد الفطار ولحد أذان الفجر، بتديلك طاقة وحياة. النهاردة هناخدكم في جولة رمضانية ميدانية حية، هنعيش مع بعض خطوة بخطوة تفاصيل الشوارع، وهنشوف ازاي بتتحول المنطقة دي من بعد صلاة التراويح لمشهد مليان بهجة وحيوية. واشتركوا معانا في القناة وفعلوا الجرس وقولوا رأيكم في التعليقات لو عايزين أماكن تانية نعمل جولات فيها. ويلا بينا نبدأ جولتنا. جولتنا من شريان مدينة نصر الرئيسي، طريق النصر، والطريق العريض اللي بيربط مناطق كتير ببعضها، ومواصلاته سهلة ومتاحة أغلب الوقت، سواء عربيات أو باصات. وعلى يمنا واحنا لسه في طريق النصر بيقابلنا تيبا مول، واحد من أقدم وأشهر المولات اللي ليها ذكريات حلوة مع كل سكان المنطقة. واحنا ماشيين كده على طريق النصر هنلاقي على يمنا مركز تجاري وإداري حديث نسبيا اسمه بي سكوير، في محلات وشركات ومراكز إدارية وتجارية كتير. بعدين تعالوا ندخل على اليمين على شارع عباس العقاد، الشارع الأشهر وأكثر حيوية في مدينة نصر كلها. وأول ما بندخل بتستقبلنا على يمنا بنزينة مصر الشهيرة أو مصر البترول، اللي اتعمل فيها تطوير كبير جدا وبقت بتضم مجمع مطاعم وكافيهات، بقت علامة مميزة في أول الشارع. ولو بصينا بعينينا لقدام شوية ناحية الشمال هنلمح من بعيد ميدان الساعة، اللي هو نهاية شارع النزهة، الشارع العريق اللي بيربط بين الرقي الكلاسيكي لمصر الجديدة والروح العصرية لحي مدينة نصر. وزي ما حضراتكم شايفين عباس العقاد مش مجرد شارع تجاري، ده خلية نحل منورة، والمحلات هنا في كل مكان، وحتى العمارات القديمة اللي كانت سكنية وهادية زمان اتحولت ادوارها الاولى والتانية والتالتة والرابعة احيانا لمحلات تجارية وكيانات بتنبض بالحياة. الشارع زحمة جدا، بس زحمة محببة، ريحة رمضان في الجو والزينة متعلقة بين العمارات بشكل يفرح القلب. طبعا الكباري الجديدة اللي اتعملت فوق تقاطعات عباس العقاد مع طريق النصر سهلت الحركة المرورية جدا، والميزة كمان انهم استغلوا المساحات اللي تحت الكباري دي وعملوا فيها كافيهات وقعدات راقية جدا ومضاءة بشكل عصري يخليك عايز تقعد وتطلب كوباية شاي بالنعناع وتتفرج على حركة الشارع. واحنا بنتمشى وبنتفرج على المحلات والممرات الداخلية والأماكن الضيقة اللي ما بينها اللي مليانة بضايع وأنوار، هنلاقي على يمنا داخلة لشارع أنور المفتي. الشارع ده الموازي لطريق النصر واللي مليان معالم ومستشفيات ويعتبر خلف طيبة مول. والشارع ده ليه طابع هادي شوية مقارنة بدوشة عباس العقاد.
بس إحنا هنكمّل في شارع عباس العقاد ونمتّع عينينا بالمحلات والدوشة الجميلة والأتيليهات ومحلات فساتين الزفاف اللي بتخلّي الشارع كإنه فرح مفتوح طول السنة. كل ما بنقرّب من تقاطع الشارع البطراوي مع عبد الرازق السنهوري، الزحمة بتزيد تدريجي والروح بتبقى أحلى. وتعالوا بعد يمين ندخل على التقاطع ده ناحية شارع البطراوي. الشارع ده مميز جدًا وفيه بيقابلنا جنينة مول العريق، اللي بيعتبر من أهم وجهات التسوق والخروج لعائلات مدينة نصر. والمول ده تصميم مميز جدًا، والمحلات اللي فيه أو في الدور الأرضي عاملة حالة من الانتعاش في الشارع. وبعد ما أخدنا جولة سريعة بعينينا عند جنينة مول، تعالوا نلف تاني ونرجع عشان نطلع كوبري عبد الرازق السنهوري. واحنا طالعين الكوبري ده لو بصينا تحتنا هنشوف امتداد شارع عباس العقاد وهو رايح ناحية اتجاه تقاطع مصطفى النحاس. والمشهد من فوق الكوبري مع أنوار العربيات وزينة رمضان بيعمل لوحة فنية بتفكرنا ازاي مدينة نصر دي كانت صحراء في الستينات ودلوقتي بقت قلب العاصمة النابض. هننزل من الكوبري ونكمل في طريقنا لحد ما نوصل لشارع أحمد فخري. والشارع ده بقى قصة تانية، فيه هدوء كده ورقي مختلف عن دوشة المحلات. ولو دخلنا منه يمين هنروح على شارع أبو داوود الظاهري، واحنا في المنطقة دي على يميننا بنشوف حديقة الطفل العظيمة بمساحتها الخضراء اللي بتتنفس منها مدينة نصر. وفيها مكتبة مصر العامة وحواليها اتعملت مجموعة كافيهات ومطاعم شيك جدا بتدي للمكان روح عصرية. دلوقتي هنلف ونعمل يوتيرن عشان نرجع وندخل على شارع مكرم عبيد، الشارع المنافس لعباس العقاد في جماله، لكنه بيتميز بطابع أهدى نسبيا وتنظيم مختلف. وعلى يمنا بيقابلنا المجلس القومي للمرأة، وبعديه مكتب الشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وبعديها المركز العام للهلال الأحمر.
دلوقتي طلعنا على شارع مكرم عبيد وماشيين فيه، وعلى يميننا قدام هيقابلنا صرح ديني كبير ومشهور جدا هنا، مسجد الإيمان، اللي بيعتبر من أكبر وأشهر الجوامع في المنطقة، وصوته في التراويح بيريح القلب جدا. وبعده بنشوف مساكن وعمارات الهيئة العربية للتصنيع، وبعديها مركز الإلكترونيات التابع للهيئة، وبعده كمان بنشوف بعض المحلات زي فروع شركة أمان للجزارة. واحنا مكملين في مكرم عبيد هيقابلنا على اليمين شارع حافظ رمضان اللي بيمتد لحد ما يتقاطع مع شارع أحمد فخري وينتهي عند شارع حسن المأمون والنادي الأهلي العريق هناك. وعلى نفس الصف هنشوف برضو سيتي سنتر مكرم عبيد، المول الهادي الجميل اللي كان موجود قبل الضجة الكبيرة اللي عاملها سيتي سنتر الماظة بشهرته حاليا. هنكمل في طريقنا ونرجع تاني على طريق النصر الواسع جدا، وطريق النصر ده بيجمع شوارع مدينة نصر كلها كأنها شرايين متوازية، من أول شارع يوسف عباس لشارع الطيران لعباس لمكرم عبيد، اللي بعديه أحمد فخري لحسن المأمون لشارع الطاقة. وهندخل يمين من تحت كوبري الجنزوري اللي بينقل الحركة لغاية تقاطع طريق النصر لو كملنا فيه مع طريق السويس. وبعد ما نلف اتجاه شمال هنشوف من بعيد أول مكرم عبيد كوبري مشاة اللي اتعمل عشان يحمي الناس ويسهل عبورهم في الطريق السريع ده، ويتعمل حواجز في الرصيف اللي في النص عشان ينظم الحركة للمشاة ويستخدموا كوبري المشاة. وهنفضل مكملين لحد ما نوصل لشارع عمر بن الخطاب اللي بيبدأ من هنا وبيربط مدينة نصر بمصر الجديدة. وعلى يمنا واحنا ماشيين بعد ما لفينا هنشوف صروح تابعة للقوات المسلحة بتتميز بالانضباط والفخامة، زي دار الحرب الإلكترونية ودار الإمداد والتموين واللوجيستيك هوتيل اللي بيضم قاعات أفراح ومطاعم بتنور ليالي الشارع. تعالوا ندخل يمين في امتداد شارع مكرم عبيد، الشارع اللي بيودينا على أكبر صرح تجاري وترفيهي سيتي ستارز. واحنا داخلين بنلاحظ عمارات شباب المهندسين على شمالنا، وعلى يميننا عمارات الإمداد والتموين، وبنبدأ نشم ريحة الفول المدمس من العربيات اللي بدأت تجهز ترابيزاتها للسحور في مشهد رمضاني أصيل. وفجأة بيظهر قدامنا ستار كابيتال، مبنى من المباني العملاقة لسيتي ستارز، وده مش مجرد مول تجاري فقط، لا ده مدينة متكاملة فيها فنادق ومباني إدارية وطبية وسينمات ومحلات من كل براندات العالم. على ناصية المكان على شمالنا واحنا ماشيين بيقابلنا مسجد القوات المسلحة بتصميمه الرائع المهيب، وهنمشي في شارع كيلاني محمد كيلاني اللي بيلف حوالين مساحة المول الشاسعة في الجهة دي لحد ما نرجع تاني لشارع عمر بن الخطاب، الشارع الطويل من عند تقاطعه مع طريق النصر وامتداده من شارع أحمد فخري والواصل في مناطق مصر الجديدة لغاية صلاح سالم، مرورا بشارع المرغني وشوارع هامة ومناطق هامة في مصر الجديدة.
احنا كده قربنا على نهايات جولتنا، واحنا ماشيين في شارع عمر بن الخطاب هنلاقي على يمنا مول ومركز تيفولي بلازا، مجمع المطاعم الراقي اللي قعداته في الهواء الطلق بتعتبر من أحلى خروجات رمضان. وعلى شمالنا هنلمح بداية شارع حسن أفلاطون اللي بيدخلنا لورا ناحية سفارة الإمارات والمركز الثقافي التابع ليها هناك. وهنكمل في طريقنا لحد ما ندخل على شارع الثورة العريق، وعلى يمنا دار الإشارة بقاعاتها ومطاعمها الفخمة اللي بتفتح أبوابها على الشارع مباشرة. ومن شارع الثورة نقدر نكمل اتجاه شمال لمنطقة الماظة بمصر الجديدة، ومنها لمناطق مصر الجديدة المختلفة، أو نكمل طوالي في طريق السويس الشرياني الجديد اللي بياخدنا للقاهرة الجديدة ومدينتي والعاصمة الإدارية الجديدة. واحنا ماشيين بنعدي منا على شارع إبراهيم الشيخ، بيبقى بعد دار الإشارة وعلى ناصيته مستشفى كلية الطب للقوات المسلحة. وشارع إبراهيم الشيخ ده اللي بيرجعنا لقلب مدينة نصر اللي في نهايته عند طريق النصر نادي الفروسية المشهور والمعروف هناك. واحنا ماشيين وسط نسمة البرد الخفيفة وحركة العربيات اللي ما بتنتهيش، تحس ان روح القاهرة بتلخصها الشوارع دي ما بين ماضي هادي وحاضر سريع ومبهر، وعراقة وأصالة في كل شوارع القاهرة. أنا كده أكون خلصت جولتي معاكم النهاردة، وأتمنى من كل قلبي إنكم تكونوا استمتعتوا وحسيتوا إنكم بتمشوا معايا خطوة بخطوة في شوارع مدينة نصر، وشميتوا ريحة رمضان في هواها. وما تنسوش تدعمونا بلايك جميل وتشتركوا في قناة شارع الحكايات وتفعلوا الجرس عشان لسه عندنا حكايات وشوارع كتير في مصر عايزين نلفها سوا مع بعض. وشكرا لتعليقاتكم الحلوة اللي بتشجعني دايما، واشوفكم على خير في جولة جديدة، ومع ألف سلامة ونشوفكم على خير.